يا دكتور، شعري هيقع تاني بعد ما اوقف استخدام المينوكسيديل ولا لا؟ اشهر سؤال بنتسأله في العيادة كل يوم. الإجابة على السؤال ده بتحتاج إن احنا نرجع ورا شوية ونعرف في الكشف هل التساقط اللي عندنا كان تساقط وراثي ولا تساقط كربي. والتساقط الكربي هو التساقط اللي بيحصل بعد الولادة أو بعد النزول في الوزن أو بعد الخروج من دور تعب شديد أو أثناء التوتر والاسترس زي وقت الامتحانات. في الحقيقة لو احنا النوع التاني اللي هو النوع الكربي ده، لما نبطل استخدام المينوكسيديل الشعر مش هيتساقط تاني، لأن المرض هنا مرض غير مزمن. لكن للأسف لو كان التساقط وراثي فالشعر المصاب بالصلع الوراثي هيقع تاني لو بطلنا استخدام المينوكسيديل، وده مش بسبب المادة الفعالة اللي بنسميها مينوكسيديل، ولكن بسبب طبيعة المرض. في النهاية أنا دكتور عبد الرحمن الهلالي، وده مركزنا DHC. بكون معاكم دايما كل يوم جمعة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر في لايف هنا على التيك توك للإجابة على كل استفساراتكم. ولو حد عنده أي سؤال تاني يقدر يسيبه تحت في الكومنتس وهنرد عليه. هنستناكم دايما تنورونا وتشرفونا سواء في عيادتنا DHC في المنصورة أو في اللايف كل يوم جمعة.